يا إخواني كلنا يعني طلبنا المغفرة والرحمة، ولا شك أننا نتعامل مع رب الرحيم وغفور. أيضا أنا لا يجوز أني أبدأ أقول إحنا أصحاب ذنوب وين المغفرة عنا، المغفرة بعيدة. لا والله ما هي بعيدة إلا قريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. موسى عليه السلام كان فيه واحد في عصره أشد الكفار عليه، كلما رأى موسى في مكان سب الله وسب الدين وسب موسى، فتأذى موسى به، فدعا موسى قال: يا ربي اكفني شره، اكفني شره. فأوحى الله إلى موسى أن جعلت عذابه إليك، أنت اللي مسؤول عن عذابه، يعني أأمر السماء تمطر عليه حجارة، أمر الأرض تنشق، جعلت عذابه إليك. فلقيه موسى في طريق، فبدأ ذاك الرجل يسب الدين ويكفر ويسب موسى، فغضب موسى وقال: يا أرض خذيه. قالوا: فانشقت الأرض ودخل الرجل إلى ركبتيه فصاح: يا موسى أغثني، يا موسى أغثني. قال: يا أرض خذيه. قال: فانشقت ودخل إلى سرته. قال: يا موسى أغثني أغثني. قال: يا أرض خذيه. فانشقت حتى غاب كله في الأرض. وأوحى الله بعدها إلى موسى أن يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. يقول: يا موسى ما شلون صبرت يا موسى وهو يستغيث، ما رحمته يا موسى، وين قلبك، وين رحمتك؟ يقول: يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. اللي تصيبه رحمة الله يبشر بالخير. أيوب قال الله تعالى عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال أنت أعدل العادلين، لا، خاطب الله بالرحمة، يقول: أنت رحيم يا ربي، ما ترحمني وتشفيني. طلب شيئا واحدا، إن الله يكشف مرضه، بس هذا اللي يبغاه أيوب. الله من كرمه أعطاه شيئين. وإذا كنا نحن نمدح البشر الكرماء، أحيانا تأتي عند واحد من زملائك تقول له: يا فلان أنا مثلا مزنوق شوي وكذا، أعطني بالله 500 ريال لآخر الشهر. فتلقاه إذا كان كريم بيقول: ابشر يا فلان والله ما هي ب500 إلا خذ 1000، يعطيك أكثر مما تطلب لأنك كريم ورحيم بك. فإن لم يكن كريما ما أعطاك ولا قال لك والله هذه 200 ودبر نفسك. ربنا جل وعلا هو الأكرم والأعلى والأرحم. لذلك أيوب طلب شيئا واحدا: اشفني من مرضي. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. هذا واحد، خلاص لا نزيده. وآتيناه أهله ومثلهم معهم، رجعنا له عياله اللي ماتوا وعطناه مثلهم. ليش يا ربي؟ رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، لأن رحمناه وعطيناه أكثر من اللي يبغى. زكريا دعا بدعاء واحد، يريد ذرية. شوف ايش عطاه الله. قال الله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال الله: فاستجبنا له
ووهبنا له يحيى، بس ما هو هذا اللي يبغى خلاص. لا، وأصلحنا له زوجته كانت سيئة الخلق وصلحها الله له، عطاه أحسن من اللي يبغى. احنا نتعامل مع رب رحيم كريم مع غناه عنا إلا أنه يرحمنا، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، ومع ذلك يرحم ويغفر ويتجاوز. هالرب يستحق أن نطيعه ونقول له يا ربي احنا اللي تحبه منا يا ربي بنفعله. أنت تحب منا نصلي الفجر في المسجد، والله نصليها في المسجد في شدة حر ولا برد عشانك، لأننا نحبك يا ربي. يا ربي أنت تحب منا نتصدق، والله نتصدق ونؤتي المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كله يا ربي عشانك لأننا نحبك. تحب منا نطلع في شدة الشمس نصلي الظهر، نصلي عشانك، ولا جالسين عند المكيف لكن نطلع عشانك لأننا نحبك يا ربي. تحب منا أن احنا نتعامل مع الناس تعامل زين ونسامح اللي يؤذونا، نفعل عشانك لأننا نحبك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش كان يقول في دعائه؟ يقول واجعل حبك أحب إلي من الماء البارد على العطش. أن يصير حبك لله أعظم من كل حب. إذا صار حبك لله أعظم من كل حب أفلحت، لأنك لا يمكن وأنت تحبه أن تعصيه، ولا يمكن أن تحبه وتبعد عنه، تلقاك تبعد عنه تشتاق إليه ترجع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يتبشبش يفرح يتبشبش بالمصلي إذا قدم إلى المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم. يفرح بك إذا جئت إلى المسجد وإذا جئت إلى الصلاة.